السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا آسف على اقتحام الخاص كده، ولكن عندي سبب وجيه مش شاذ، وعهد الله ما شاذ، عشان أنا عارف إن الدنيا لبش الأيام دي. أنا استريت وبحب النسوان عادي، بموت في أعشق النسوان، بس مش سمبي يعني. ما علينا من القصة دي. أنا ليه داخل أكلمك؟ بسبب لقطة معينة كده، ألا وهي إن أنا مش انطوائي وفي نفس الوقت مش اجتماعي. تسألني ازاي التناقض ده؟ هقول لك. انا بعرف اتكلم واتعامل مع الناس، بس صحاب الريل، يعني انا لو عرفتك مثلا في الريل ممكن في مره تبقى عايزنا ننزل ولا حاجه، لان انا مش بضان يعني القعده معايا بتبقى لطيفه، فتقول لي يلا ننزل. انا ما بحبش انزل مع حد خالص، انا بحب اقعد لوحدي. فاصحابي السوشيال ما حدش يقول لي يلا ننزل، لان انت ممكن تبقى من دمنهور بقى، ولا منيا القمح، ولا تبقى من الشرقيه، فاللي هو انت بعيد عني بمسافه طويله فشخ. فضمنت ان احنا مش هنتقابل. يخرب بيت الجمال، يعني يخرب بيت الحلاوه. فايه، الصحاب السوشيال جامدين برضه. انا بحب بصراحه اصحاب السوشيال اكتر من صحاب الريل. عندي صحاب ريل بس بيقعدوا يقولوا لي ننزل وبتاع، وانا ببضن وبقول لا، انا ما بحبش انزل مع حد، بحب اقعد لوحدي او انزل لوحدي. هو توحد ده بس على الرايق يعني، انا بحب اروق على حالي لوحدي يعني. بس يا اخويا، من الاخر كده داخل اتشرف بمعرفتك. حوار ويرد ينيك، محدش بيعمل كده ابدا ابدا، مفيش حد بيخش يقول لحد كده، بس احنا الجديد. والتاني مره باكد ان انا وعهد الله ما شاذ. انا اعشق النسوان، وبعرف من الرجال، بعرف من تلامس الشباب عموما يعني. فانا مش شاذ وعهد الله ما عايز منك اي حاجه، ولا عايزك تبين لي حته من الرجل ولا حته من الكتف. انا مش عايز حاجه منك. قسما من الضحك مش عايز منك حاجه والله. بس اتمنى تكون فهمت النقطه اللي بتكلم فيها. ولو عندك استعداد نبقى اصحاب شاشات، ما عنديش اي مشكله. يعني انا عرص قد الدنيا، فهتلاقيني بعرص على صورك، اعمل لك لفات على الستوري، هعرص لك، هبقى عرص. انا كده عرص يعني، احب التعريس بصراحه. بس كده، دي الحكايه وما فيها.